نزلت ألدي اشتري شوية حاجات، وادي الجو النهاردة اهو. درجة الحرارة -6، يعني مفيش أمل إن الواحد كان يسجل حلقة النهاردة في الجو الجميل ده. وده معناه طبعا إن احنا هنضطر إن احنا نسجل داخليا زي المرة اللي فاتت. يا شعب اليوتيوب العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم وائل القاتم بولاية إنديانا، يحييكم ويتمنى لكم اليوم مشاهدة ممتعة إن شاء الله. طبعا الواحد كان في خطته حاجة مختلفة تماما عن اللي بيصوره دلوقتي. يعني أنا كنت ناوي أعمل حلقة عن باقي الوظائف اللي اشتغلتها في أمريكا، ونتكلم عن شغل المستودعات والمصانع. لكن الحقيقة الرئيس ترامب وحكومته دايما بيفاجئونا بقرارات جديدة أو مشاريع قوانين جديدة تقريبا كل يوم. الحقيقة الرئيس ترامب من ساعة ما تولى هو رافع شعار روتانا سينما بتاع زمان ده اللي تفتكروه، اللي هو مش هتقدر تغمض عينيك. ففعلا الواحد مش قادر يغمض عينيه من كتر الأحداث اللي عمالة تحصل، لدرجة إني حاسس إنه السنة اللي قعدها الرئيس ترامب دي كأنها 3 سنين من كتر الأحداث اللي عمالة بتمر بشكل متوالي. يعني مثلا الأسبوع اللي فات اتفاجئنا بعمل توقيف مؤقت أو باوز لمنح تأشيرات الهجرة ل 75 دولة، من ضمنها مصر وعدد من الدول الجديدة وعدد من الدول العربية على القائمة، زي مثلا البرازيل والعراق وبنجلاديش وغيرهم من الدول. بس قبل ما نخوض في التفاصيل أنا حابب بس أأكد على 3 نقط مهمين يهمني إن أنتوا تعرفوهم. أول حاجة إن التوقيف مؤقت وليس دائم، وإن ده مش قانون، وإنما هي مهلة للحكومة الأمريكية إنها تدرس الوضع أكتر وتاخد قرار دائم بخصوص الهجرة والمهاجرين. تاني نقطة إنه المعني أو المقصود هي تأشيرات الهجرة وليس باقي أنواع التأشيرات الأخرى زي فيزا السياحة والعمل وغيرهم. وثالثا إنه اللي طلعت له تأشيرة هجرة خلاص هو غير معني بالكلام ده ولا يشمله ولا يشغل باله بيه. طيب ليه التطورات دي؟ وليه اسم بلدنا الحلوة نور في القايمة دي للأسف الشديد؟ يعني ده اللي هحاول أجاوبه معاكم خلال الحلقة. شوفوا السبب المعلن لهذا الإيقاف المؤقت مش سبب أمني زي كل مرة، وإنما المرة دي هو سبب مالي واقتصادي، وهو إنه القادمين من الجنسيات دي من المحتمل بشكل كبير إنهم يشكلوا عبء مالي على الحكومة بما يعرف باسم البابليك تشارج. طيب يعني إيه البابليك تشارج ده أو العبء المالي على الحكومة؟ وهل يشمل كل المساعدات مثلا زي الفود ستامب اللي هي المساعدات الغذائية اللي بتدفع لمحدود الدخل هنا في أمريكا، أو الميديكيد اللي هو التأمين الطبي الحكومي المحدود الدخل؟ الحقيقة لا، هو لا يشمل النوع ده من المساعدات، رغم إني كنت معتقد كده لحد ما بحثت في الموضوع قبل الحلقة والحمد لله اتأكدت إنها غير مشمولة. طيب إيه بقى هنا المقصود بالبابليك تشارج؟ المقصود بيها هي المساعدات المالية اللي بتصرف نقدا للأشخاص اللي دخولهم أقل من خط الفقر الفيدرالي. وخط الفقر الفيدرالي ده في حدود $15,000 سنويا للشخص و32,000 دولار لأسرة مكونة من 4 أفراد. طبعا يعني أنا مش محتاج أقول لكم إن حتى لو أنت عايش في أرخص مكان في أمريكا، الدخول دي لا يمكن تعيشك وضئيلة جدا. فالناس دي بتصرف لهم حاجة اسمها TANF والSSI لكبار السن فوق ال65 سنة. طيب ليه اسم مصر نزل في القايمة دي المرة دي؟ يعني لما بحثت في الموضوع لقيت إن الموضوع مرتبط أكتر بمعدل كسر الفيزا أو بما يسمى بالأوفر ستاي. يعني مثلا لقيت إحصاء بيقول إنه في 2400 واحد مصري كسروا فيزا السياحة وقعدوا أكتر من المدة المحددة في سنة 2023، وطبعا دول بيتحولوا بعد كده لمهاجرين غير شرعيين. الله، طيب يعني ما انت بتقول ان اللي اتوقف هي فيزا الهجرة وباقي التأشيرات سارية. طيب ما المشاكل اللي انت بتقول عليها دي مرتبطة بالناس اللي بتيجي سياحة، يعني من باب أولى انهم كانوا يوقفوا
فيزا الهجرة فيزا السياحة مش فيزا الهجرة زي ما هو معمول دلوقتي. الحقيقة أنا لمّا بحثت في الموضوع لقيت إنه الجماعة دول في الحكومة الأمريكية بيدرسوا الموضوع بشكل عام، يعني بغض النظر عن طريقة دخولك لأمريكا. يعني هو لمّا يشوف سلوكك جاي من دولة معيّنة، دخّلت سياحة وكسرت فيزا وعِشت فيها بشكل غير شرعي، فده مؤشِّر ليهم إن اللي جاي هجرة برضه من نفس البلد ممكن يتصرّف بشكل مخالف للقانون في أي حاجة تانية. يعني هو كده باختصار السيئة تعُم والحسنة تخُص. عفوًا. ده غير كده إنهم لقوا حسب الإحصاءات إنه في كتير من المصريين أو من الجنسيات المذكورة إنه في صعوبة في تتبُّع دخولهم، يعني وضعهم المالي لا يعكس أبدًا مدخراتهم في البنوك أو كشوف المرتبات بتاعتهم أو إقرارهم الضريبي اللي بيقدموه آخر كل سنة، مما يدل على إن أغلبهم بيشتغل بشكل غير رسمي أو كاش. وطبعًا الشغل الكاش ده لا الحكومة بتشوفه ولا تعرف عنه حاجة، وبالتالي لا يخضع للضرايب. طيب آآ الإيقاف المؤقت ده أو الpause ده هيُبَت فيه إمتى؟ على حسب الكلام إنه هيتم البَت فيه في يوم 21 من الشهر الجاري. طيب ده كان كل اللي قدرت ألاقيه بخصوص الموضوع ده من التفاصيل يعني، وفي النهاية حابب أقول كلمتين لإني مش باحب أطلع أقول أخبار وبس، يعني خصوصًا إني قايله متأخر وأكيد أنتم تابعتوا الأخبار دي قبل منّي من ناس كتير عملت محتوى على اليوتيوب واتكلّمت فيه باستفاضة، فعشان كده أنا حريص أبيّن السياق الأكبر اللي بتحصل في خضمه الأحداث دي كلّها. شوفوا، أول حاجة، نهج الرئيس ترامب وقد يكون ده نهج من بعده، إنه أمريكا ما بقتش غنية زي الأول ولا بلد الأحلام ولا دياوله، واقفل أمريكا علينا يا ريس والكلام اللي بالكم منّه ده. وبالتالي أمريكا لازم تتصرّف على إنها أصبحت دولة عادية، ما تقدرش تتحمّل الأعداد الكبيرة دي من المهاجرين، ولازم تركّز أوي على مصروفاتها وطريقة إنفاقها داخليًا وخارجيًا. يعني زي ما إحنا عارفين إنه شعار الرئيس ترامب هو make America great again أو MAGA، والشعار ده أنت لو فهمته صح هتعرف إنه معناه إن الرئيس ترامب شايف إن أمريكا مش عظيمة حاليًا، فهو بيتصرّف على هذا الأساس. ثانيًا أمريكا عندها دين عام ضخم، وعجز في الموازنة يعني على حسب رويترز بنتكلم في حوالي 145 مليار دولار. العجز ده لازم يتسد، وهو مش حابب إنه يحمّل العبء ده على جيب المواطن، وعايز يدبّر العجز ده بعيدًا عن فكرة رفع الضرايب على المواطنين. لذلك هتلاقيه مثلًا لجأ لموضوع الضريبة الجمركية اللي فرضها على كتير من الدول اللي بتتاجر مع أمريكا. ودلوقتي التفت لموضوع المهاجرين على اعتبار إنه بيعرّف الناس إن إحنا بناخد بالنا من البنود اللي كانت بتكلّفنا فلوس. ثالثًا، إن اللي بيحصل ده برضه بييجي في إطار تكدير صفو الديمقراطيين، يعني مش هم دول المهاجرين اللي أنتم كنتم بتتساهلوا معاهم و بتسيبوهم يدخلوا تهريب أو يكسروا تأشيراتهم عشان لمّا يبقوا مواطنين يصبحوا ظهير شعبي ليكم؟ طيب بقى أنا هاطلّعهم من البلد واحد، واحد، وده اللي شغّال عليه من ساعة لمّا تولّى. رابعًا إنه رغم الاستهداف اللي بيحصل لينا كمهاجرين، إلا إنه الحق يُقال إنه بالفعل في ممارسات كتير غلط بتحصل مننا ومن غيرنا، وإن كسر الفيزا أو التفنُّن في إنك تكون عبء مالي على الحكومة بيحصل، وللأسف اللي بيعمل كده ما بيفكّرش غير في نَفْسه ومصلحته بس، يعني ما بيبصش إنه بيأذي اللي زيه جوّه البلد أو الناس اللي نِفْسها تيجي وتعيش هنا صح عشان تنجح. فالخلاصة واللي لازم نبقى عارفينه، إنه مع تردي الأوضاع الاقتصادية سواء في أمريكا أو أوروبا، هيبقى سهل أوي على السياسيين تعليق كل الأخطاء دي على شماعة المهاجرين. يعني بالبلدي كده إحنا هنبقى دايمًا الحيطة المايلة. ولو تفتكروا في حلقة عيوب الهجرة اللي أنا كنت عملتها قبل كده، قُلت لكم إن العولمة انهارت، وإنه أي سياسي هيعوز يكسب انتخابات هيشتم في المهاجرين ويبيّنهم إنهم سبب كل الخراب اللي بيحصل في البلد،
وإنه التخلُّص منهم هو السبيل الوحيد لإعادة بناء الاقتصاد. يعني زي ما حُكّامنا كده في منطقتنا بيعلّقوا أسباب التردّي الاقتصادي على شماعة التعداد السكاني وإن أنتم كتير والحاجات اللي أنتم عارفينها دي، لأ هم هيعلّقوها على شماعة المهاجرين. يعني إحنا برضه السبب والواحد ما بقاش عارف يلاقيها منين والّا منين. بس ده كان كل اللي عندي الأسبوع ده. أتمنى إن شاء الله أعرف الأسبوع اللي جاي نكمّل كلام في الموضوع اللي اتكلّمنا فيه ونمشي حسب الجدول وما تطلعش حاجة جديدة كده تخلّينا إيه، نعمل pause إحنا كمان ونتكلّم في حاجة تانية برّه السياق. بس كده خلّينا نختم ونقول سلام عليكم.